بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يوم كبير ويوم خاص أن يقوم وزير التجهيز والماء بزيارة أولا تأبينية وزيارة تقديم العزاء في روح المشمول برحمة الله والدنا المنعم الحاج البشير البيض، أحد أعمدة إقليم فييك والمنطقة الشرقية، وكذلك أنه عضو في الغرفة الفلاحية ورجل المنطقة بامتياز. فشرف كبير لعائلة الحاج البشير أن يزور وزير الماء والتجهيز نزار البركة للمنطقة، وكذلك أنه الوزير كان في جعبته ما ينمي المنطقة والإقليم، وكان يوم تواصليا مع مناضلي الحزب وخاصة جماعة معتركة التي هي جماعة استقلالية في دائرتها، وأنها تناضل مناضلة قوية مع حزب الاستقلال. وغادي نزيدوا نشتغلوا، غادي نزيدوا ننفعوا المواطنات والمواطنين، لأن الهدف ديالنا أساسا من خلال الممارسة السياسية ديالنا هو أننا نخدموا المواطنات والمواطنين ونعطيو نتائج. كنا في المعارضة كنا كنهضروا، اليوم غادي نقصوا الهضرة ولكن غادي نكثروا الخدمة، لأن ملي كتكون في المعارضة ما عندكش كيفاش تشتغل، ولكن ملي كتكون في الحكومة كتشتغل. والأمين العام لحزب الاستقلال ملي كيكون وزير، وخاصة من الناس اللي عندهم واحد التميز في المسار المهني ديالهم مثل الاخ الامين العام ديالنا، ان شاء الله ما غادي يكون الا وزير ناجح داخل هذه الحكومه ومتميز بالحركيه ديالو، اللي من العرايش لوجده، من وجده غادي يمشي لجلب عرفه، غدا وجده الرباط غادي يرجع باش عاوتاني يمشي لجهات اخرى، الحاجب الى اخره، كيمشي للاقاليم اللي ما عمر ما تعقد فيها مجالس اداريه، ماشي باش يدير فقط المجلس الاداري، ولكن باش يشوف وباش يطالع وباش يقرب من الناس، هذا الامر، وهو اننا برمجنا ودرنا اتفاقيه اليوم وقعت عليها مع الجهه ومع وزاره الفلاحه الى اخره، باش انه نديروا اثقاب استكشافيه، وغنديروا واحد العدد مهم ديال الاثقاب الاستكشافيه في الاقليم ديال فيك. تنتكلموا على واحد العدد اللي تيفوت 50 اثقاب استكشافي، ثقب استكشافي. في شنو هو الثقب الاستكشافي؟ هو تنمشيو تنشوفوا الى صبنا الماء تما باش يمكن الواحد يستغلو، والهدف هو درنا باتفاق مع الفلاحه ومع كذلك المكتب ديال الماء والكهرباء باش يتم استغلاله حينا، ان تدار الاثقاب تلقاو الماء تيبقى تما مسيب حتى واحد ما تيستعمل، باش يكون استعمال اللي يكون فوري، باش نحلوا هذه الاشكاليه اللي تكلمتوا عليها. وثانيا كذلك درنا مطفيات، غنبنيو مطفيات كثيره باش ملي تكون الامطار ان شاء الله الواحد غيمكن له يبقى بهذوك الماء، وكذلك غنديروا عتبات باش كذلك يمكن نخليو الماء في بعض الوديان ملي تيكون الفيضانات والشتاء كثيره، باش اننا يمكن نضمنوا. اذا هذا كذلك جينا بهذه المقاربه الشامله في هذا الاطار. ولكن هذا الكلام تكلمت عليه، ولكن ضروري نقول لكم امر اخر. غنديروا لاول مره غنديروا في الاقليم في الجهه في الواقع غنديروا تحليات المياه، وغنديروها ان شاء الله ما بين الناظور والدريوش، محطه ديال تحليات المياه اللي غتوصل 250 مليون متر مكعب ان شاء الله. دابا حنا تنديروا الدراسات النهائيه باش نطلقوا طلب العروض ان شاء الله، باش من هنا للسنه المقبله تنطلق الاشغال تكون جاهزه في 2027. ملي تنتكلموا على هاد غتقولوا لي هي مزيان، ولكن حنا شنو غنربحوا من هادشي؟ اللي غنربحوا من هادشي وهو انه هاد تحليات المياه غتعطي الماء للمدن، غتستافدوا منها الناظور، غتستافدوا من الدريوش، غتستافدوا منها بركان، غتستافدوا من العديد من المدن وجده الى اخره. وبالتالي المياه اللي هي في السدود فعاود ما تمشي للمدن غتمشي للعالم القروي، وبالتالي غتستافدوا منها.